السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد. طلاب سنة ثالثة اعدادي. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنشرح تالت دولة معانا في المنهج، وهي دولة المانيا الاتحادية. بس قبل ما نبدأ شرح الدرس، يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. في درس النهاردة هنتكلم عن دولة المانيا الاتحادية. المانيا الاتحادية بنقدر نصنفها ان هي من الدول المتقدمة، فهي احدى الدول الاقتصادية الاولى في العالم. دي المانيا الاتحادية هنتكلم عنها بقى بالتفصيل زي ما عملنا في الهند ونيجيريا. نبدأ نتكلم أول حاجة نتكلم عليها وهو الموقع الفلكي بتاع ألمانيا. هنعرف إن ألمانيا تمتد بين دائرتي عرض 47.5 شمالا ل 55 شمالا، ده دائرة العرض. طب خطي طول تمتد بين خطي طول 6 شرقا ل 14.5 شرقا. يبقى الموقع الفلكي بتاع ألمانيا تمتد ألمانيا بين دائرتي عرض 47.5 شمالا ل 55 شمالا، وبين خطي طول 6 شرقا ل 14.5 شرقا. طب الموقع الجغرافي بقى، لو بصينا على الموقع الجغرافي بتاع ألمانيا لازم في الأول نكون عارفين إن ألمانيا بتقع غرب قارة أوروبا. يبقى تقع ألمانيا غرب قارة إيه؟ قارة أوروبا. طب عايزين نعرف حدودها بقى، يعني بيحدها إيه من الشمال والجنوب والشرق والغرب وهكذا. لو بصينا ناحية الشمال هنلاقي إن بيحد ألمانيا من الشمال 3 حاجات: البحر البولتي ودولة الدنمارك وبحر الشمال. يبقى يحد ألمانيا من الشمال 3 حاجات زي ما قلنا: البحر البولتي ادي 1، 2 دولة الدنمارك، 3 بحر الشمال. طب لو نزلنا تحت بقى وبصينا على الجنوب هنلاقي ان بيحد ألمانيا من الجنوب دولتين، هما دولة النمسا ودولة سويسرا. الجنوب في دولتين، النمسا وسويسرا. طب الشرق، لو بصينا على الشرق هنلاقي ان بيحد ألمانيا من الشرق برضو دولتين، هما دولة بولندا ودولة التشيك. يبقى عندنا في الجنوب في دولتين، دولة النمسا وسويسرا، وعندنا من الشرق بيحدها برضو دولتين، بولندا والتشيك. لو بصينا بقى على الغرب، لا في الغرب بقى عند ألمانيا في كذا دولة بيحدوا ألمانيا من ناحية الغرب. طب ايه هما؟ قال لك في دول زي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا. دول الدول اللي بيحدوا ألمانيا من الغرب، هما ايه؟ هولندا وبلجيكا ومعانا لوكسمبورغ، واخر حاجة معانا هي فرنسا. ده كله عمال نتكلم على الموقع الجغرافي بتاع ألمانيا. طب آخر مرة ألمانيا موجودة فين؟ موجودة غرب قارة أوروبا. الشمال عندنا بحر بولتي دولة الدنمارك بحر الشمال، جنوب عندنا النمسا وسويسرا. بصينا على الشرق هنلاقي بولندا والتشيك، لو بصينا على الغرب هنلاقي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا. ده موقع الجغرافي بتاع ألمانيا. طب مساحة ألمانيا، مساحة ألمانيا حوالي 357 ألف كيلو متر مربع. دي ايه؟ دي مساحة ألمانيا 357 ألف كيلو متر مربع. طب نتكلم بقى شوية عن تضاريس ألمانيا. لازم نعرف ان تضاريس ألمانيا متنوعة من الشمال للجنوب، والتضاريس دي بنقدر نقسمها لأقاليم أو أقسام يعني. طب الأقسام دي ايه؟ قالك أول حاجة معانا هو السهل الألماني الشمالي. السهل الألماني الشمالي ده من أكبر الأقاليم التضاريسية اللي موجودة في ألمانيا. فهنلاقي إن السهل الألماني الشمالي ده جزء من السهل الأوروبي العظيم، حيث إن احنا هنلاقيه بيبدأ في الشمال عند السهول الساحلية. ده إيه؟ ده السهل الألماني الشمالي. وهنلاقي برضو في السهل الألماني الشمالي إن بيجري فيه شوية أنهار. الأنهار دي في الآخر بتصب في بحر الشمال. طب أنهار زي إيه يا مستر؟ قالك أنهار زي نهر إلب ونهر الراين. دي أنهار بتجري في السهل الألماني إيه؟ الشمالي. وموجود برضو في السهل الألماني الشمالي شوية مستنقعات. المستنقعات دي موجودة برضو في الشمال، قريبة شوية من الساحل. ده إيه؟ ده السهل الألماني الشمالي. احنا كل شوية عمالين نقول الشمال، انت لو بصيت على اسمه اهو السهل الألماني الشمالي موجود في الشمال. يبقى ده أول قسم معانا. تاني حاجة معانا هي المرتفعات الوسطى. المرتفعات الإيه؟ الوسطى. المرتفعات الوسطى دي قالك هي عبارة عن هضاب متقطعة بيجري فيها شوية أنهار. الأنهار دي تتجه برضو نحو الشمال. وموجود في المرتفعات الوسطى دي غابات. هنلاقي أصلا إن في المرتفعات الوسطى دي أصلا بتتغطى بالغابات، اسمها غابات مخروطية. وموجود في المرتفعات الوسطى تلال وينابيع مائية كتير. ده خلتها منطقة جذب سياحي، منطقة بتجذب السياح. دي ايه؟ المرتفعات الوسطى. تالت حاجة معانا وهي جبال الألب. جبال الألب في ألمانيا بتعد جزء من جبال الألب الأوروبية، وبرضه تقطعها الأنهار. وجبال الألب في ألمانيا بيوجد بيها أعلى القمم الجبلية،
وطبعا بيكسوها الجليد، واحنا عارفين اصلا ان القمم الجبليه العاليه بيكسوها الجليد ليه، دي مش محتاجه. وكمان هنلاقي ان على منحدرات جبال الألب دي بتنمو الغابات المخروطيه والغابات النفضيه. ده كله بنتكلم في تضاريس ألمانيا. طب يجي سؤال يقول لك ما النتائج المترتبه على كثرة التلال والينابيع المائية في المرتفعات الوسطى بألمانيا؟ والله يترتب على كده ان المناطق دي اللي هي المرتفعات الوسطى اصبحت مناطق جذب للسياح. ده كله بنتكلم على ايه؟ على تضاريس ألمانيا، وقسمناها قلنا ان تضاريس ألمانيا تتنوع من الشمال للجنوب وتتكون لأقسام، واتكلمنا عليهم هم السهل الألماني الشمالي والمرتفعات الوسطى وجبال الألب. طب نتكلم بقى عن المناخ في ألمانيا. لو بصينا على مناخ ألمانيا هنلاقي ان المناخ في ألمانيا هو مناخ غرب أوروبا، ومناخ غرب أوروبا بيكون ممطر طول السنة خاصة في الشمال عشان بيكون متأثر بالمحيط الأطلنطي وبحر الشمال. طب لو بصينا على مناخ ألمانيا فصل الصيف وفصل الشتاء، لو رحنا الأول وبصينا على فصل الصيف هنلاقي ان فصل الصيف في ألمانيا بيكون معتدل مع ارتفاع في درجة الحرارة كلما اتجهنا رحنا ناحية الشرق. يبقى فصل الصيف في ألمانيا معتدل ودرجة الحرارة بتعلى كل ما نروح ناحية الشرق. اما فصل الشتاء درجة الحرارة فيه بتقل لحد تحت الصفر كمان، وخاصة في الداخل، خاصة جوه ألمانيا مش على الحدود، يبقى في الوسط. يبقى تنخفض في فصل الشتاء درجات الحرارة الى ما دون الصفر المئوي، خاصة في الداخل. ده ايه؟ ده مناخ ألمانيا. بعد كده على طول ننقل على النبات الطبيعي. هنعرف ان في ألمانيا الغابات بتغطي تلت مساحة ألمانيا، والغابات موجودة في مناطق الجبال والهضاب كمان، عشان كده بنلاقيها بتعد مصدر للخشب. ومن اهم الغابات اللي موجودة في ألمانيا احنا قلناهم من شوية الغابات النفضية والغابات المخروطية. وكمان هنلاقي ان في السهل الساحلي تنتشر فيه الحشائش. فين؟ في السهل الساحلي، ولكن مع الوقت قلت، مع الوقت انكمشت. طب ليه يا مستر؟ قالك بسبب التوسع العمراني، بسبب بناء البيوت، وكمان بسبب احلال الزراعة محل الحشائش دي. يبقى الحشائش بتنتشر في السهل الساحلي ولكن انكمشت مساحتها في الوقت الحالي، قلت مساحتها في الوقت الحالي. طب ليه؟ بما تفسر بسبب احلال الزراعة محلها وكمان التوسع العمراني. ده النبات الطبيعي في ألمانيا. وما تنساش ان الغابات بتغطي تلت مساحة ألمانيا، ومن اهم الغابات النفضية والغابات المخروطية. طب نتكلم بقى عن السكان في ألمانيا. قالك والله اتعمل تعداد 2014 لقينا ان عدد السكان في ألمانيا 81 مليون نسمة، ووفقا للرقم ده هنلاقي ان ألمانيا من اكبر الدول الأوروبية سكانا. يبقى عدد سكان ألمانيا 81 مليون نسمة وفقا لعام 2014، عشان كده هنلاقي ان ألمانيا من اكبر دول أوروبا سكانا. انا بقولش هي الاكبر، بقول من الاكبر، من ضمن الاكبر. طب مناطق تركز السكان بقى، ال 81 مليون دول قاعدين فين؟ قال لك والله ال 81 مليون السكان دول بيتركزوا في المدن الكبرى والمناطق الصناعيه. طب ليه موجودين في المدن الكبرى والمناطق الصناعيه؟ قال لك لان في المدن الكبرى والمناطق الصناعيه في يا باشا فرص عمل سواء في الشركات او المصانع، فتلاقي السكان رايحه بتدور على فرص العمل دي وبتستقر هناك، فنلاقي تركز للسكان في المدن الكبرى والمناطق الصناعيه. وكمان بيتركزوا في الاوديه اللي بتكون موجوده على جانبي الانهار، مش محدد لك نهر معين، هو بيتكلم عموما في الاوديه اللي موجوده على جانبي الانهار. ليه متركزين في الحته دي؟ علشان الزراعه. يبقى مناطق تركز السكان في المدن الكبرى والمناطق الصناعيه. ليه متركزين في الحتت دي؟ علشان فرص العمل في الشركات والمصانع. متركزين برضو في الاوديه على جانبي الانهار، متركزين في الحتت دي علشان الزراعه. طب نتكلم شويه بقى عن الانشطه الاقتصاديه والموارد اللي موجوده في المانيا. احنا عرفنا من اول حاجه قلناها في الدرس ان المانيا من الدول الاقتصاديه الاولى في العالم واكثرها تقدما، فهنلاقي ان في تعدد في الانشطه الاقتصاديه في المانيا. وهنفصص بقى، نتكلم اول حاجه عن الزراعه، وهنعرف ان الزراعه في المانيا منتشره في السهل الشمالي وفي الاوديه النهريه. احنا لسه كنا قايلين مناطق تركز السكان الاوديه اللي موجوده على جانبي النهر عشان الزراعه. طب ما نيجي نتكلم في الزراعه، اكيد منتشره في السهل الشمالي والاوديه النهريه. والزراعه في المانيا بنلاقيهم بيعتمدوا على التكنولوجيا الحديثه، وبيعمل حوالي 3% من القوه العامله من المانيا في الزراعه. يبقى الزراعه في المانيا بتعتمد على ايه؟ على التكنولوجيا الحديثه. طب من اهم المحاصيل الزراعيه بقى في المانيا؟ قال لك من اهم المحاصيل الزراعيه القمح والشعير وبنجر السكر. ده بنتكلم على ايه؟ بنتكلم عن الزراعه في المانيا، وهنعرف ان الزراعه تنتشر في السهل الشمالي وبرضه في الاوديه النهريه. والزراعه في المانيا بتعتمد على التكنولوجيا الحديثه ويعمل بها نحو
3% من القوى العامله، ومن اهم المحاصيل الزراعيه قمح، شعير، بنجر السكر. طب الانتاج الحيواني بقى، هنعرف ان في المانيا بيتربى فيها الماشيه والخنازير وكمان الاغنام، بيتربوا في مناطق الحشائش وكمان في الحظائر، وبيستخدموا اساليب علميه عشان ينتجوا منهم اللحوم والالبان. ده الانتاج الحيواني بسيط كده في المانيا. طب الصناعه بقى، الصناعه هي اهم مورد او اهم نشاط اقتصادي، حتى تلاقيهم مسمينها العمود الفقري للاقتصاد الالماني. ليه الصناعه العمود الفقري للاقتصاد الالماني؟ لان بيعمل بيها حوالي تلت القوى العامله. وهنلاقي ان الصناعه في المانيا اتطورت جدا وشهدت توسع كبير، خاصه بعد الحرب العالميه الثانيه. طب تقول لي ليه يا مستر، ليه اتطورت بعد الحرب العالميه الثانيه؟ قال لك اتطورت بسبب توفر المقومات. مقومات ايه؟ مقومات الصناعه. مقومات الصناعه احنا فاكرينها عندنا مقومات طبيعيه وبشريه، المقومات دي اتوفرت، وكمان كان في استثمارات، وكمان اهتموا بالاساليب العلميه، وكان في توفر للمراكز العلميه المتقدمه. ده كله ادى في الاخر لايه؟ ده كله ادى في الاخر لتطور الصناعه الالمانيه وتوسعها وتطورها تطور كبير. فتلاقي دايما ان الصناعات الالمانيه متميزه بالجوده بتاعتها والتنوع. تيجي تلاقي يقول لك اي حاجه كهربائيه او مثلا عربيه او كده، يقول لك شوف عربيه الماني، وكله عمال يشكر في العربيات الالماني، لان ايه؟ المنتجات الصناعيه خصيصا في المانيا بتتميز بالجوده والتنوع. طب من اهم بقى الصناعات دي، قال لك من اهم الصناعات دي عندنا الحديد والصلب، السيارات لسه بنتكلم عليها، السفن، المنسوجات، الصناعات الالكترونيه والكهربائيه. ده كله بنتكلم على ايه؟ على الموارد والانشطه الاقتصاديه، وفصصناها للزراعه والانتاج الحيواني والصناعه. طب اهم المدن بقى في المانيا، قال لك اول مدينه نبص عليها هي مدينه هامبورغ. مدينه ايه؟ هامبورغ. مدينه هامبورغ دي موجوده قريبه من بحر الشمال، وبنقول على المدينه دي انها من اهم الموانئ اللي موجوده في المانيا. مدينه ايه؟ هامبورغ. عندنا تاني مدينه وهي برلين، ودي بنسميها العاصمة السياسية بتاعة ألمانيا، وعدد السكان في مدينة برلين بيصل إلى 3.4 مليون نسمة. ثالث مدينة معانا وهي مدينة ميونخ، وفي مدينة ميونخ موجود فيها شركات ومصانع ألمانية كتير. حتى مدينة ميونخ بنقول عليها عاصمة إقليم بافاريا جنوبا. مدينة إيه؟ ميونخ. يبقى من أهم المدن في ألمانيا عندنا هامبورغ، وبنقول عليها أهم الموانئ، ومدينة برلين ودي العاصمة السياسية، ومدينة ميونخ عاصمة إقليم بافاريا جنوبا. دي أهم المدن في ألمانيا. طب نتكلم شوية بقى عن العلاقات المصرية الألمانية زي اللي فاتوا برضه، زي مع الهند ونيجيريا. بعد ما خلصنا آخر حاجة جزء في الدرس بنتكلم عن العلاقات المصرية مع سواء الهند أو نيجيريا، وادي دلوقتي العلاقات المصرية مع ألمانيا. في ألمانيا هنقسم العلاقات الى نوعين، علاقات ثقافيه وعلميه وعلاقات الاقتصاديه. نتكلم الاول عن العلاقات الثقافيه والعلميه. تتمثل في ايه بقى العلاقات دي؟ قال لك تتمثل في المركز الثقافي الالماني، وكمان الجامعه الالمانيه الموجوده في القاهره، وكمان معهد الاثار الالماني، وهيئه اسمها هيئه التبادل العلمي الالمانيه. دي كلها في العلاقات الثقافيه والعلميه. طب العلاقات الاقتصاديه بقى، الاقي ان المانيا بتمول محطات توليد الكهرباء من الرياح اللي موجوده في مصر، وبيحصل تصدير واستيراد منتجات بين البلدين. طب زي ايه؟ هنعرف ان مصر بتصدر لالمانيا البترول والغاز الطبيعي والملابس وحاجات تانية. طب مصر بتستورد ايه بقى من المانيا؟ مصر بتستورد من المانيا الصناعات الكيماويه والالات والسيارات وغيرها برضه. ده بنتكلم على ايه؟ العلاقات المصريه الالمانيه، وقسمناها علاقات ثقافيه وعلميه وعلاقات اقتصاديه. علاقات اقتصاديه قلنا زي ايه؟ قلنا تمويل المانيا لمحطات توليد الكهرباء من الرياح اللي موجوده في مصر، وكمان التصدير والاستيراد المنتجات بين البلدين. واتكلمنا ان مصر بتصدر لالمانيا بترول وغاز طبيعي وملابس وحاجات تانية، ومصر بتستورد من المانيا صناعات كيماويه، الات، السيارات. وبكده نكون وصلنا لنهايه درس المانيا الاتحاديه اللي قلنا انها من الدول المتقدمه. يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم مستر احمد جمعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.